السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي، أتمنى أن تكونوا بخير إن شاء الله. حلقة اليوم طريقة تحضير قلب اللوز تاع المحلات. قبل ما ندخلوا الفيديو تاعنا ما تنسوش كونوا في موعد في رمضان إن شاء الله بربي، راح تكون عندنا كل يوم حلقة، ما نطولش عليكم. بركة الله. كما راكم تشوفوا عندنا الماء 600 مليلتر، حوالي 3 كيسان تاع ماء، هي 600 مليلتر. نعبروا بالكيسان 3 كيسان تاع ماء كما قلنا، وعندنا 200 غرام تاع سكر. الكاس هذا هو اللي تعبروا به الماء كما راكم تشوفوا في الفيديو. عندنا 200 غرام تاع سكر، عندنا نصف كاس مازهر 100 مليلتر مازهر كما راكم تشوفوا الفيديو. عندنا نصف حبة قارص، نصف حبة ليم، نديروها في الشاربة تاعنا ونحركو ونديروها في الفرن على درجة حرارة متوسطة، ونبداو نبقاو نحركوه مدة الطهي 10 دقائق على درجة حرارة متوسطة. كما قلت لكم تبقاو تحركوا. كاين اللي بغى يدير كونتيتي كبيره تاع شربات، شنو عليه ما عليه. انا نديرو كما قلنا عندنا 600 مليلتر تاع ماء، وعندنا حوالي 3 كيسان تاع ماء، معناتها ندير انا 6 كيسان تاع ماء. دابا نزيد الشربات، عندي باغ اكزومبل سنيوه قلب لوز كبيره ولا حسب الحجم تاع السنيوه. 6 كيسان تاع ماء معاهم شحال سكر، معناتها معاهم 2 كيسان سكر. في 3 كيسان تاع ماء درنا كاس سكر، وفي 6 كيسان تاع ماء معناتها نديرو 2 كيسان تاع سكر. المازهر شحال نزيدو؟ درنا نصف كاس في 3 كيسان، معناتها في 6 كيسان تاع ماء نديرو كاس تاع مازهر، وعندنا 2 كيسان سكر و6 كيسان تاع ماء. هذه كي نبغيو نزيدو كونتيتي تاع الشربات. راني نحوس نبسط لكم الشرح باه الجميع يفهم، باه اللي يبغي يقوي كونتيتي ولا يبغي يدير كونت سنيوه كبيره، كل واحد كيفاه حسب السنيوه اللي عنده في الدار. راني نحوس نبسط لكم الشرح، ان شاء الله تفهمتوني شنو نقول. واللي عنده مشكله ولا حاجه يخلي لي كومنت. نكملوا الشرح تاعنا. الشربات تاعنا راهي وجدت، نروحوا للمرحله الاخرى. كما قلت لكم 10 دقائق ما تفوتش. السميد اللي استعملته انا من الخاشن كاع، اللي يكون خشين كاع. كما راكم تشوفوا بنا نعرفوا السنيوه تاعنا شحال ترفد، نقبضوا السنيوه تاعنا ونفرغوا فيها السميد كما راني معبر من قبل. نفرغوا فيها السميد كما راكم تشوفوا. تبعوا الطريقه مليح، نمشوا السميد تاعنا مليح على السنيوه، نمشوه مليح ولازم يكون نيفو واحد. تبعوا معايا الطريقه مليح. انا اقوم بالاختصار لربح الوقت. كما راكم تشوفوا عندنا المتر، راح كل ما نحطو في اي بلاصه شحال نصيبو 1 سنتيم. 1 سنتيم لازم في اي بلاصه نصيبو 1 سنتيم. 1 سنتيم. كما راكم تشوفوا لازم نصيبو نفس الحجم. من نحطو لازم نصيبو 1 سنتيم. وهذه طريقه مجربه، وجربوا هذه الوصفه تاع قلب اللوز وراح تنجح لكم ان شاء الله بربي، واني متاكد بصح تتبعوا نفس الطريقه باذن الله راح تنجح لكم. راني دايرها من قبل، سبق لي ودرت لكم فيديو على طريقه تحضير قلب اللوز، واني عاودت لكم في هذا رمضان ان شاء الله. كما راكم تشوفوا الفيديو، بعد ما صبنا نفس المسافه، صبنا 1 سنتيم، صبنا زياده نقلعوها فوق 1 سنتيم، نقلعوا هذيك الزياده، لازم نسيبوه نفس المسافه. راح نجبدو الكيسان تاعنا ونعمرو في الكيسان ونشوف شحال درنا من كاس. عندنا الكاس الاول. انا اقوم بالاختصار لربح الوقت. كما راكم تشوفوا بقى الكاس التالي، درنا 4 كيسان كاع، عندنا 4 كيسان كاع، معناتها شحال من كاس؟ كل كاس يرفد 200 غرام، معناتها عندنا كاع 800 غرام. كل كاس يرفد 200 غرام، معناتها عندنا 800 غرام. تبعوا معي الطريقه. كما راكم تشوفوا عندنا 800 غرام تاع دقيق الخشن من السميد من الخشن. نكملوا الشرح تاعنا.
عندنا 4 كيسان تاع سميد كيما قلت لكم، 800 غرام تاع سميد. تاع سميد نضيفو لها 500 غرام تاع سكر. 500 غرام تاع سكر معناتها يطيح لنا 2 كيسان ونصف تاع سكر، 2 كيسان ونص، اللي انا نشرح هكاك بالغرامات وفي نفس الوقت نشرح بالكيسان. لا جا اللي يعبروا بالكيسان يبغوا يعبروا بالكيسان وكاع. كيما تشوفوا ضفنا ملعقة صغيرة تاع ملح ونبقاو نحركو. لازم نحركو السكر مع السميد مليح، وضفنا له قلنا ملعقة صغيرة ملح. شحال قلنا عندنا سميد كاع؟ عندنا 800 غرام تاع سميد 4 كيسان، وعندنا 500 غرام تاع سكر معناتها 2 كيسان ونص. كل كاس يرفد 200 غرام. نبقاو نحركو مليح، لازم نخلطو السميد مع السكر مليح. تبعوا معايا الطريقة وراح تنجح لكم ان شاء الله بربي. دوكا نضيفو ماء دافي، الماء لازم يكون دافي، ماشي النص تاع الكاس، قل من النص بشويه، تديروا النص ونقصوا منه شويه، هذا مكان. بعد قبلوا حسابكم. عندنا مازهر كيما راك تشوفوا، المازهر ربع كاس، 4 كاس اللي راني نعبر به، طيح لكم حوالي 6 ملاعق كبار. كيما راك تشوفوا عندنا ملعقة، نصف ملعقة مسمن، انا ذوبته مسبقا، او السمن اللي استعملته انايا، اي سمن تستعملوه ماشي لازم هذا، نكونوا مذوبينه مسبقا هذاك السمن، نصف ملعقة كبيرة. ودوكا نبداو نحركو المازهر مع الماء الدافي اللي قلت لكم عليه غير بصبعتينا، ما نعجنوش. كي نبداو نخدمو غير بصبعتينا، ما نعجنوش، بالك وتعجنوا، لازم دائما نخدمو غير بصبعتينا كما راكم تشوفوا. نضيفو السمن نصف ملعقة كبيرة مذوبها انا مسبقا. قلنا عندنا مازهر حوالي 6 ملاعق كبار، 4 كاس تاع مازهر، ما دافي نصف كاس تاعو، النص تاعو نقصو منه غير شويه، فهمتوني؟ كيما راكم تشوفوا راني نخدم غير بصباعتيا. انا قمت بالاختصار بالفيديو ما يجيناش طويل بزاف. كيما راكم تشوفوا حوالي هذا 8 دقائق وانا غير نحرك. كيما راك تشوفوا كي يجي الزربع في يديك ما يجيكش معجن. جربوا الوصفه راح تنجح لكم ان شاء الله بربي، ما راحش تندموا. تبعوا مع الطريقه. دوك نخلوه يرتاح، نغطوه مليح بسيلوفان ولا، ونخليه يرتاح 14 ساعه. ننبهكم على امر، الشربات تاعنا فان تريح 10 سوايع، 8 سوايع 10 سوايع حتى 11 ساعه، كل ما تريح قوي كل ما مليح لها. بعد ما ريح القلب اللوز تاعنا 14 ساعه، دونك نكملوا تحضير. كما راكم تشوفوا عندنا سمن، نديرو نصف ملعقه تاع سمن، نضيفو لها مازهر وحده، زوج، 3. عندنا نصف ملعقة سمن معها 3 مغارف مازهر كبار، نذوبوهم ونعاود نرجع لكم. بعد ما ذوبنا نصف ملعقة سمن مع المازهر، دوك نضيفوها لقلب اللوز تاعنا بعد ما ارتاح 14 ساعة. تبعوا معايا الطريقة. نقلعو 2 مغارف نحتاجوهم من بعد. دوكا نعاودو نحركوه غير بصبعتينا كيما فهمتكم، ما نعجنوش. حركوه حوالي 3 مينيت 4 مينيت، 3 دقائق حتى 4 دقائق. كيما راكم تشوفوني نخدم غير بصبعتيا. انا نقوم بالاختصار. دوكا نطلو السنيوة تاعنا بالسمن،
سمن واحد وذوبتو ونطلو به سنيوة. ذوبت زوج مغارف كبار تاع سمن شكون نحتاجوه من بعد فان. نطلو السنيوة تاعنا مليح. بعد ما طلينا السنيوة تاعنا نوريكم الحجم تاع السنيوة اللي استعملتها انايا 32 سنتيم 32 سنتيم. نحتاجو للحشو اللوز انا طحنتو مع شوية تاع كاوكاو طحنتو. كل واحد اللي يبغي يحشيه غير بالكاوكاو مش لازم اللوز. وعندنا زوج ملاعق تاع سميد تاع القلب اللوز اللي قلعناهم من قبل. عندنا كاكاو، عندنا زوج ملاعق كبار مع شوية تاع لوز وقلتلك خلطوه مع شوية تاع كاوكاو وطحنتهم. وعندنا زوج ملاعق تاع سميد اللي قلعناه. نحركوهم مليح ونعاود نرجع لكم. دوكا نقسمو القلب اللوز تاعنا، نقسموه على زوج، نصف الجهة الفوقانية ونصف الجهة التحتانية، نديروهم متساويين. تبعو معايا الطريقة. كيما راكو تشوفو القلب اللوز تاعنا راهو يتزربع ماهوش جاي معجن. كيما راكو تشوفو النصف الاخر نخلوه للجهة الفوقانية. دوك نمشو الدقيق تاعنا، نمشوه ما ندركوش، نمشيو غير بالعقل غير بالبلان تاع المغرف، ما ندركوش مانيش ندرك كيما راكم تشوفوا. تبعوا الشرح بالتفصيل، حاجة صغيرة تروح لكم الوصفة مش حتنجح لكم. تبعوا معايا الطريقة. كيما راكم تشوفوا راني ماشي فيه غير بيديا ولا بالمغرف كيما وريتكم. دوكا نضيفو الحشوة تاعنا. انا اقوم باختصار. كيما راكم تشوفون نخلوه مع الحاشية 2 سنتيم، نخلوه 2 سنتيم باش ما تخرجناش الحشوة تاعنا في الاطراف، نخلوه 2 سنتيم. دوكا نزيدو طبقة ثانية، تبعوا معايا. بعد ما زدنا الطبقة الثانية ومانيش ندركه، راني نخدم غير بصباعتية. دوكا نخدمو غير بالبلا تاع المغرف كيما راكم تشوفوا ما ندركوهش. نديرو على نيفو واحد. دركا نطلوه بالسمن اللي ذوبناه، قلنا زوج ملاعق كبار طينا بهم سنيوة، ودوكا نطلوه من الفوقا نشمخوهم مليح بالسمن من الفوق كيما راكم تشوفوا الطريقة. الكونتيتي تاع اي حاجة تزيد حسب الحجم تاع السنيوة. انا لو قلت هنايا زوج مغارف كبار تاع سمن نطلو بهم، معناتها على كبرت السنيوة باينة راح يزيد سمن، مع السميد المازر كيما فهمتكم. وطولت في هذا الفيديو وراني نحاول نبسطكم الشرح، لا بيا طولت في هذا الفيديو ان شاء الله ما نكونوش ثقال عليكم. رانا طلينا قلب اللوز تاعنا كيما راكم تشوفوا. دوكا نطراسو القلب اللوز، نطراسوه غير من الفوق ما يهبطش الموس تاعنا حتى لتحت، غير من الفوق نطراسوه غير من الفوق. بعد ما قسمنا القلب اللوز تاعنا وقلنا ما يهبطش الموس حتى لتحت، نضيفولو كاوكاو ولا لوز حسب الامكانيات اللي عندك. دوكا كيما راكم تشوفوا القلب اللوز تاعنا راه واجد، وانا راني شاعل الفور مسبقا. مشكلة تاع درجة الحرارة الناس بزاف يسيبوها ما يعرفوش باه يريقلو الفور تاعهم. درجة الحرارة راح تكون 180 درجة. مدة الطهي راح يكون 40 دقيقة حتى 45 دقيقة الماكسيموم، باه يطيب فيه غرضو، باه يطيب لنا مليح من الداخل ما يجيناش معجن. ما نزيدوش للنار بزاف ومن بعد ينصهد لنا راح يقعد لنا معجن الداخل، راح يطيب من برا ويقعد معجن من الداخل. اما اللي عندهم الكوشات تاع الحديد اللي يشعلوا النار من الفوقا وتشعل لك النار من تحت، هذوك من الفوقا راح يديرها
ناقصة شوية ومن تحتها زايدة غير شوي. هذا مكان من تحتها تكون زايدة على من الفوق. وبانا نعرفو القلب اللوز تاعنا بلي طاب من تحتها. تبعو معايا الطريقة دوك نوريلكم. بعد ما طاب القلب اللوز تاعنا من تحت كنا شالين عليه من الفوق ومن تحته بالحارة يجي من الفوق ناقص شوي. كي تشوفو لي كوتي تاعنا كحالو كيما هكاك عارفو بلي طاب لنا من تحت. القلب اللوز تاعنا طاب ما شاء الله كيما راكم تشوفو. علاه هو نسقوه بالشربت ما نخلوهش يبرد. شكون لا خليناه برد وسقيناه بالشربت راه يبس. لازم ثمثم مادام هو سخون نفرغو عليه الشربت ونفرغو الشربت هذي قاع اللي صنعناها. كيما راكم تشوفو حتى القلب اللوز تاعنا يتغطى قاع. درك نخلوه يرتاح يشرب هذاك العسل تاعو والشربت تاعو مليح حوالي 8 سوايع 6 سوايع 7 سوايع 8 سوايع. كل ما يطولو مليح كل ما مليح. كل ما يشرب ديك الشربات مليح احسن. 8 سوايع 9 سوايع مليح. ونعاودو نرجعوه في الكوشة. نعاودو نرجعوه في الكوشة. الكوشة هذه تكون طافية تكون قاعدة دافية. نعاودو نرجعوه فيها ونخلوه يشرب الشربات تاعو حوالي 7 سوايع حتى 8 سوايع. ومن بعد نعاودو نجبدو القلب اللوز تاعنا ونقطعوه عادي. راه وجد القلب اللوز تاعنا ما شاء الله كيما راكم تشوفوا الفيديو. تبعوا نفس الطريقة راح تنجح لكم ان شاء الله بربي. جربوه وردوا لي في التعليقات قولوا لي واش رايكم في الوصفة. كيما راكم تشوفوا جاتنا الحشوة كيما تاع برا كيما راكم تشوفوا ما شاء الله. ان شاء الله عجبتكم الحلقة تاع اليوم وما كناش ثقال عليكم وما طولناش عليكم في الفيديو. طولنا في الفيديو باسكو لازم نشرحو مليح باه تنجح لكم الوصفة. ماشي عندكم فيديو تاع 5 دقائق ومن بعد تجربوا الوصفة ماشي راح تنجح لكم. الى هنا تنتهي حلقة اليوم. سلام.